هل ينفع نتبل اللحمة ونحطها في الفريزر؟ ينفع، بس في قاعدة واحدة مهمة جدا، ما ينفعش نحط ملح، بس ممكن نحط اي حاجة تانية. هنعمل 3 تتبيلات للحمة حلوة قوي، ممكن نحطها في الفريزر لحد 3 شهور. اهم مكون معانا هو اللحمة، ممكن اي نوع لحمه، ممكن شرايح، ممكن ستيك، ممكن مكعبات، كباب حله. وانا شخصيا بحب اشتغل باللحمه المتقطعه رفيع كده، عشان دي ممكن اطبخها بخضار واعمل بيها حاجات كتيره قوي. اللي هنحتاجه بعد كده كيس زيبلوك زي ده بالظبط، واول خطوه ان احنا نحط اللحمه جوه الكيس. دول حوالي نص كيلو لحمه متقطعه شرايح، هحطها على طول جوه كيس الزيبلوك، وانا شايفه ان كميه نص كيلو على كل كيس مناسبه جدا. اول حاجه واهم خطوه بالنسبه لي ان احنا في كل كيس لازم نحط حوالي ربع معلقه من البيكنج صودا. ده بيخش جوه الانسجه بتاعه اللحمه وتخليها ما تكشش لما تلمس النار، وكمان عشان ما تكونش عامله زي الكاوتش لما نيجي ناكلها. وبعد كده ممكن ابتدي بالتتبيلات بتاعتي. اول تتبيله هي تتبيله الشاورما. هنحط في الاول شويه زيت حوالي معلقتين، هنعصر عليها نص ليمونه، معلقه كبيره توم مفروم، وبعد كده هحط البهارات بتاعه الشاورما. ممكن اجيب بهارات جاهزه او ممكن ان انا احط البهارات اللي انا عاوزاها. انا معايا هنا كركم، كزبره، كمون، سماق، فلفل اسود، و7 بهارات. وزي ما قلنا مش هنحط اي ملح خالص. هطلع الهواء من الكيس واقفله كده، وبعدين اقعد اعمل اللحمه مساج بسيط لحد ما كل البهارات تدخل في كل اللحمه. وعشان هي متقطعه شرايح الموضوع بيكون سهل جدا. وكده معايا اول تتبيله لحمه الشاورما. التتبيله الثانيه اسمها تشيميتشوري، ودي من الارجنتين وطعمها حلو قوي عشان المكون الاساسي بتاعها هو الكزبره مفروم مع بقدونس. قبل ما نبتدي لازم نحط ربع معلقه البيكنج صودا، عليهم معلقتين من الزيت، وبعدين هنحط بقيه المكونات. اول حاجه البقدونس والكزبره المفرومين مع بعض، وبعدين هنعصر عليهم ليمونه، وبعدين هنحط فلفل شطه لونه احمر. اللي عاوز الحاجه حراقه يحط منه بزياده، اللي مش عاوز حراق قوي ممكن يقلل منه. نطلع الهواء من الكيس، نقفل الكيس، وندعك كل حاجه في بعضها. ودي التتبيله الثانيه. التتبيله الثالثه مديه على مكسيكي شويه عشان فيها ليمون وكمان برتقال. هنبتدي اول حاجه بالبيكنج صودا، عليها معلقتين زيت، هنعصر فوقيها نص ليمونه، عليها كمان نص برتقال، وده بيحلي اللحمه فبتديها كده طعم لذيذ جدا. البهارات اللي هتدخل التتبيله دي عباره عن بابريكا، زعتر، فلفل اسود، كمون، بودره بصل، بودره ثوم، وشويه شطه حسب الرغبه، وعليهم كمان معلقه صويا صوص. نقفل الكيس، ندلك الكيس. كده عملنا 3 تتبيلات للحمه. لما نيجي نعمل اللحمه بننزلها من الفريزر وتفك خالص وتكمل التتبيل بتاعها، وبعدين بنسويها على النار، ممكن معاها شويه خضار او اللي انتوا عاوزينه، وبعدين ساعتها بنظبط الملح زي ما احنا عاوزين.